السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير. انا اليوم في واحد المول في جاكرتا، عاصمه ديال اندونيسيا. بغيت نوريكم شي فواكه عندهم عجيبه. المهم هذا مانغو ديالهم. عويد خلاص راه عندنا خوي دو دراغون، ليمون، اناناس. هاد التخميره ديجا جربته معاكم. غتلقاو فيديو المعلومات كامله عليه كيفاش داير من الداخل. لا صراحه ما عرفتوش شنو هو، ولكن جاي بحال شي دليليحه، شي دلاحه صغيره. هادي بلاصه ديال التفاح، عندهم التفاح غالي هنايا في جاكرتا. عندهم اللي في خوي الاخرين رخاصين، حنا عندنا غاليين. وهذا الشيء فريش بارس ديال كوريا. هاد في خوي هذا بان لي غندي شي وحده نجربها. وهذه ديال بلاصه ديال الفخوي معلبين. هنايا خلاص الكيوي، عندهم كيوي مختلف، الجلده ديالو رطبه وصفر ماشي خضر، ماشي بحال اللي عندنا في المغرب. بعويد، لي سوريز. المهم هنايا لي فخوي غوج، ميرتيل. فوالا انايا ها عليه جيت تنقلب. هذا كتاخد اناناس، بواطه ديال الاناناس مقطع مصاوب. هادو اللي جاي باش ناخدهم. شنو هذا داير بحال التفاح ولكن راه ماشي تفاح، سميتو مانيزان جامبو. هذا المونك. عرفتي المونك عندهم بنين هنايا في الاندونيسي. هذا خلاص. هذا الليمون بالي لداخل واحد فخوي بحال اللفت، وقيله هو هذا مقطع. هذا وقيله غنديه نجربو. هذا داير بحال التفاح ولكن راه ماشي تفاح. ها هو كيفاش داير من الداخل. تاخدو هكا مرصويات. هذا التفاح. هذا الباباي. الباباي ما يمكنش عندهم شحال تيكون طايب وبنين. في المغرب عمرك لقيت شي بابايا بنينه. وهذا الاناناس. شو 这怎么样 هذه تخليطه ديال لي فخوي، وتيعطيوك هنا معاها واحد لاصوص ما عرفتش شنو هي. كما انا لاصوص ديالهم ما نكذبش عليكم ما حملتهمش صراحه. لا هذه كوكونات. فاش كنا في بالي كانوا تيبيعوا الكوكونات زعما طبيعيه، دابا هنايا هي نيت غير هي مصاوبه ومعلبه من نفس كتشربوا الماء ديالها من الوسط. شي مودرن هنايا في جاكرتا، ماشي بحال بالي. ها هما هنايا. مانكا عندهم رخيصه وبنينه بزاف. حامض. هاد الفخوي هو اللي جاني عجيب. هذا بحال داير بحال الشكل ديال الفلفله الحمراء ولكن بيض من الداخل تيبان. هذا بان لي غنجربوه، ولكن هذه كونتيتي كبيره، لا ما صدقش غادي نتزرف فيه. هذا بحال المندرين ولكن صغيور. هذا ما عرفتوش صراحه شنو هو. صحاب لي في الاول كيوي ولكن راه ماشي كيوي، سميتو صاو ولا شي حاجه بحال هكا.
هذا هو اللي ما عرفتوش، هذا عمري شفتو زعما حتى في بالي ما عمرو ما بان ليا، مي هذا بالي غادي نجربو. فايت شفتو في شي فيلم ولا في شي ديسان انيمي ولا ما عرفت. سبحان الله العظيم عنده واحد الخوي عجيب، تفاح صغيور. عاد هنا هذا ما عرفتوش شنو هو الصراحه، رطيطه بشويه من الجلده ديالو. ها هو كيفاش داير من الداخل. هذا بابليموس. واو سبحان الله، الريحه ديالو زوينه. هنا كاين العالم ديال البطيخ، شوف كي دايره. دابا نوريهم لكم من الداخل كيفاش دايرين. عندهم هذا الخضيضر هذا بحال اللي عندنا تقريبا في المغرب. هانتوما شوفوا لي الباباي عندهم كيفاش دايره، تتشهي. وهنا الدلاح. واخر حاجه نختم لكم بها الفيديو هي هاد البطيخ. صراحه عنده مختلف، كتبان في الجلده بحال ديالنا، مي ها هي اللي سالت معايا هي هذه. سبحان الله تقولوا مصاوبه. واو سبحان الله العظيم. هذه غنوريها لكم من الداخل كيفاش دايره. لا ماشي هي هذه، نو ما لقيتهاش محلوله. عندهم هذه ملسه، الجلده ديالها ملسه. هي هذه الجلده ديالها ملسه بحال الصويه اللي عندنا في المغرب. هذا الصفر خلاص راه عندنا حتى حنايا. مي اون غرو صراحه عندهم دي فخوي عجيبين والله، زعما شي وحدين اول مره نشوفهم في حياتي. والبنان عندهم رائع بنين ديال بصح. العنب عندهم غليظ. فخوي عجيب. شوفوا معايا كيفاش داير. صراحه هناك ما عمري ما ذقتو، جربت بزاف ديال لي فخوي، لكن هذا اول مره غنشوفه. هذه خلاص لافوكا، الخوخ، العبيد. لقيت حتى هاد الفخوي هذا العجيب، ما عرفتش واش غيبان لكم من البواط ولا لا. ها هو كيفاش داير من الداخل، ها هو كي داير بحال شي لوزه. ها هو البنان ديال المناطق الاستوائيه. عندهم اشكال وانواع ديال البنان. ولكن شوف احسن بنان هو هذا الصغور هذا. شي دابا هادي ما تصوروش واحد البنه كتكون فيها ديجا كيكون اللون ديالو بحال مايل شويه لورانج، بحال البنان البلدي ديالو. انا غادي ناخذ هذا الصغيور هذا.
هذاك الفخوي هو الدوريان، هذه ما نتصوروش شحال خانس، ما يمكنش. هاي اللي في وسط منه هي هذه، هذا هو القلب ديالو كيكون داير بحال هكا. راه ما نعاودش لكم شحال خايب. هنا في لازي كيحماقوا عليه. وهذا هو البامبليموس، راه خديته ديجا منقي، غنجربو ونرد عليكم واش بحال ديالنا ولا لا. وهذه هي الفاكهه العجيبه اللي وريتكم في سوبر مارشي، راني خديتها سميتها بيلين عجيبه. راني دابا لقيتوني درت عليها واحد بسيط ريشيرش في جوجل وفي اليوتيوب باش نشوفها كيفاش كتكال، كيفاش كتقطع، لا تكون كتحيد جلدها وناكلها بجلدتها ولا شي حاجه. المهم هما تيشدوها تيغسلوها مزيان وتيبداو يقطعوها، وسبحان الله في الشكل كتجي بحال نجيمات ملي كتقطع. غنخلي لكم دابا لا فوتو تشوفوها كيفاش هي مقطعه. انا ما غنقطعهاش حيت انا في اوتيل وما عنديش موس، دونك غادي نحاول ناكلها بحال هكا ونقول لكم كيفاش دايره. المهم بعدا فاش كنا في السوبر مارشي هزينا واحد البواطه، مشينا نسولوه السيد اللي كان تما ما كيفهمش بزاف اونغلي، وقال تيصحاب له قلنا ليه حنا بغينا نسولو واش كتكون عندها القشره ولا لا، ولا هكا كتتخاد من الشجره ديالها بحال هكا. هو فهمنا غلط وقالنا خذوا هاد البواطه راه هي الكاليتي المزيانه، كتكون فيها شويه الخضوريه هكا في الجناب، قلنا هادي تلقاوها حلوه. المهم غادي نمشي نغسلها ونجي نقول لكم كي دايره. قبل غنشم الريحه ديالها بعدا نشوف كي دايره. واو الريحه ديالها زوينه بزاف صراحه، ريحه عجيبه. نحاول نحلها لا هذه خصها عضه، ما غاديش تحليه بلا موس حيت عندها واحد لا تيكستور كتتعصر. ندوقها نيشان. بسم الله. زوينه، ما حلوهاش بزاف وفيها واحد شويه ديال الحموضه. مي احسن حاجه هو الشكل ديالها ملي كتقطع، كتجي على شكل نجيمات، واحد المنظر سبحان الله العظيم. وشي فيها الماء بزاف بحال الشكل ديال الليمون المونغ، المهم ما بين المونغ والليمون. اسمحوا لي على هذا المنظر الوحشي، ولكن راه الغالب الله ما عنديش موس كنعضنيش انا. المذاق ديالها راه بارد ماشي فوق ماشي بحال المونغ والاناناس، المذاق ديالها شويه بارد ولكن راها بنينه. واللي عجيب هو ان سبحان الله فقلك فيها البروتين، المهم غنيه خلاص بالفيتامينات غنيه بالفيتامينات والمعادن وفيها البروتين. هذه اللي جاتني عجيبه. وكما قلت لكم القوام ديالها ميه بزاف بحال الليمون. معايا هاد الفروي العجيب كيفاش داير، انا ما شفتو درني راسي نعرف كيفاش داير المذاق ديالو. هو الشكل ديالو داير بحال شي تفاحه حمراء، وعاوتاني تقدروا تشبهوه شويه بفلفله حمراء المهم بحال هكا، وبان ليا الداخل ديالو بيض. السميه ديالو اللي مكتوبه هنايا في لابواط هي جامبو، ولكن فاش قلبت عليه شويه درت عليه واحد الغوشاش صغيره في يوتيوب في جوجل لقيتو سميتو جمالك. المهم كاين اللي تيسميه جامبو، كاين اللي تيسميه جمالك، داكشي على حسب الدول. الاندونيزي راه السميه ديالها ما غتكونش هي السميه ديال ماليزيا ولا ديال شي بلاصه اخرى. دابا غندوز نجربو معكم. شميت الريحه ديالو صراحه ما بايناش من برا، ما واضحاش بزاف الريحه ديالاش. المهم النيه انني غنلقى مذاق التفاح، ولكن شنو غنلقى الله اعلم. بسم الله. هو ميه ماشي بحال التفاح، ولكن تقرميشه ديال التفاح. بعدا هذه اللي طحت فيها ما حلوش كاع. المهم كما قلت لكم داير بحال فاش كتعضو كتحس به تفاح، ولكن فيه الماء بزاف، ميه جوسي. والمذاق صراحه ما قدرتش نشبهه لكم شي مذاق عندنا في المغرب، ما عرفتش كيفاش نشبهه لكم. المهم مذاق سبيسيال ديالو كيبقى كيستحق التجربه، خويا عجيب صراحه. وكما قلت لكم مذاقه بارد يعني ما حلوش بزاف. ما عرفتش واش غير انا هادي طحت فيها هكا ولا حتى الاخرين. المهم انا غادي نحاول ندوق وحده اخرى باش نتاكد من المذاق. هزيت وحده اخرى بنت لي اختارت الحمراء فيهم كاملين وهزيتها ندوقها، صراحه حلوه على الاولى حلوه. وكما قلت لكم دائما لا تكستور ديال التفاح مع الليمون ميه بحال الليمون ولكن تقرميشه ديال التفاح.
ليتشي. راه البارح وريت عليكم ديجا فاش كنت غناخذها في السوبر مارشي. درني راسي نعرف المذاق ديالها كي داير. هي كيفاش دايره من الداخل، كتبان بحال شي لوزه من الداخل. اوبس. هي الفاكهه العجيبه، حرشه من على برا. مي فاش نقيسها هكا رطيطبه. اول مره غنحلها، مي بحال تقولوا ولا عندي شويه ديال تجربه مع هاد الفواكه العجيبه. صافي عرفتوا هاد الفخوي هذا ديجا واكلين، ديجا مجربه. شوف كيفاش دايره من الداخل. يام يام. فوالا هانتوما كما كتشوفوا حتى هي ميها بزاف. ندوقها معاكم. بسم الله. فيها فيها عضيه من الداخل، مي راه حلوه لواحد الدرجه ما تصوروش. بالنسبه اسمحوا لي، بالنسبه لهذا الفروي هذا فشبهته شويه بالقوام ديال المزاح، بحال كتعض في مزاحه، ولكن المذاق راه مختلف. المذاق ديالهم مذاق شينوي هذا. عجباتني صراحه. ها هو العضيه من الاخر اللي بقى. هاد العظم غنديه معايا المغرب، بالي نمشي نزرعها تما. تخرج ليا شي فخوي مشوكه. مع المناخ ديالنا ماشي بحال ديالهم، عمرك غادي تخرج. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير. اليوم مع تجربه ديال فاكهه الصاو. ها هي شميت الريحه ديالها، جاتني بحال شويه ريحه ديال الشريحه. راه رطيطبه من على برا، ولا فاش قصتها ماشي حرشه. انا في الاول كنت تسحب لي الكيوي، جاتني بحال الكيوي، لكن راه ماشي كيوي. هذه رطبه من على برا، ماشي بحال الكيوي فيه بحال الزغيبات. نحاولوا نحلوها. ما عرفتش الصراحه كي غندير نحلها، غير غادي نحاول وصافي. فوالا ها هي كي دايره من الداخل. الريحه ديالها عجيبه صراحه، ما عرفتش نوصفها لكم. ندوقها باش هانتوما كيفاش دايرو. ناخذ منها شي ريف. بسم الله. حلوه بزاف، حلوه ومذاقها مرمل. انا بغيت نوصف لكم مذاق، ولكن كاين شي حوايج ما نقدروش نوصفوهم بصراحه. المذاق ديالها سي سبيسيال، ولكن القوام بحال شي بعويده طايبه، وكما قلت لكم مذاق مرمل. كتبقى لكم واحد جزيئات صغيورين في فمكم. وهذا هو الفخوي ديال اليوم. نسيت لي سميتو الصاو. بالنسبه للعظم ديالو ها هو كيفاش داير. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير. واليوم مع تجربه فاكهه جديده. هذه اللي كنت وريتكم في السوبر مارشي. درني راسي نعرف المذاق ديالها. كما كتشوفوا دايره بحال شي تفاحه وفي نفس الوقت بعويده. المهم غادي نحلها ونرد عليكم الاخبار كيفاش دايره. سميتها اوتون هاني بير. هاني سافو دير عسل، زعما تكون حلوه بزاف، ما عرفتش. هاي كيفاش دايره. سبحان الله، حتى الجلده ديالها مختلفه على التفاح وعلى البعويد. المهم غادي نمشي نغسلها بيان سور، نغسلها مزيان، وغادي ندوقها معكم نشوف كيفاش داير المذاق ديالها. الوغ هاهي من بعد ما غسلتها ندوقوها دابا. بسم الله.
المهم فاش عطيتها جاتني التقرميشه ديال التفاحه ميها كما كتشوفوا راه كتبان ميها بحال شكل البعويده ولكن مقرمشه، والمذاق ديالها بنين. هادشي نقدر نقول لكم ما بين التفاح البعويد، ما نقدرش نوصف لكم اكزاكتوم. وحلوه بزاف، حلوه الصراحه. المهم المذاق ديالها زوين، تستحق التجربه، زوينه. هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى تكون عجباتكم هذه السلسله ديال تجريب الفواكه الاسيويه، وما تنساوش تدعموني بلايك، خليو لي كومونتير، وتهلاو في راسكم الى فيديو اخر ان شاء الله. وإلا كنتو مهتمين بهذا النوع ديال لي فيديو ديال تجريب الفواكه وكيضركم راسكم في حالي، فدخلوا لهاد البلاي ليست ديال الفواكه الاستوائيه اولا الفواكه الاسيويه. غتلقاو بزاف ديال الانواع ديال الفواكه العجيبه والغريبه اللي تكونوا اول مره تقدروا تشوفوهم في حياتكم.